تفضلوا يابا تفضلوا، يا هلا ويا 100 هلا بيكم. اشكرك. استريحوا. كل دول جايين ياخدوا هويات وباسبورتات مزوره. لا، الباسبورتات كلها سهلة. الرجل اللي مسؤول على هذا المكتب دكتور شلاقة. دكتور مين؟ شلاقة. شلاقة؟ اسمه كده. عبقري، أي حاجة تريدها يعملها. يعني شهادة وفاة، شهادة زواج، دكتوراه، ماجستير، حقة بيت، كل اللي تريده يسوي لك إياه. العفو، تفضلوا دكتور رئيسكم. دكتور شلاقة، جيناك مهمة صعبة. أنا أبو المهمات الصعبة. لا أكيد، بس ردنا وثائق كلش مهمة، فلا تخجلنا ويا ضيوف. نعم؟ تخجلنا ويا الضيوف يعني. أرجوك أستاذ، هذه ما مقبولة منك. أنت تشكك بنزاهتي. أنا الوثيقة اللي أسويها أخليك بها تدخل الأمم المتحدة. أنا وثيقتي مضمونة. أنا ما فد يوم إجا واحد رجع لي وثيقة وقال لي بها خطأ. اللهم صل على النبي. الراجل ده جامد قوي، جامد. أنا دكتور شلاقة، أنا نزيه، أنا والنزاهة توأم. ومع هذا اتفضلوا، شنو المطلوب؟ 9 جوازات جي عراقية، 9 أحوال مدنية، 9 شهادات جنسية. حلو. وش وقت تردوها؟ اليوم حالا. يعني عندكم صور؟ جايبين وياكم صور؟ كل اللي تريده موجود. أستاذ ناجي، الصور. حلو. بس أساتذة، الشغلة المستعجلة تختلف عن الشغلة المرتاحة. يعني إذا تردوها اليوم كل شيء بحسابه. أنا عناية ليك. إحنا هندفع أخضر وفلوسنا على الترابيزة. الله، أنا حبيتك من أول ما شفتك، حبيتك. ما أعرف الأستاذ شنو اسمه؟ وأنت يهمك اسمي في إيه؟ أنت هتعمل جوازات جديدة بأسامي جديدة. الاسم اللي يعجبك حطه في الجواز. صحيح. ومع هذا أنا حبيتك وراح أختار لك اسم موسيقي. محمد سعيد جاسم. محمد سعيد جاسم. حلو. مقبول منك برضه. أوكي. أما باقي الأسماء اتركها علي. رائد. نعم عمي. باب. لك عمي شنو؟ أثول. العفو دكتور. أخذ هذه الصور. نعم. سوي لي 9 جوازات جي. تأمر. 9 هويات أحوال مدنية. تأمر. 9 شهادات جنسية. نعم. وسوي لي هويات توظيف. وين تريد أوظفهم أستاذ جاسم؟ أستاذ جاسم. أنا جاسم. وظفهم أنت بقى بمعرفتك. يعني تشكيلة. سوي لي كوكتيل. كوكتيل؟ الخلاط عاطل. لك أثول، كوكتيل مو عصير. سوي لي كوكتيل وزارات. يعني خلي لي واحد على الزراعة، واحد على الصحة، واحد على الصناعة، واحد على التجارة، وخلي لي واحد على النفط. خلي النفط ده على الجواز بتاعي. أنا أحب النفط. لا أستاذ، لا. أني مخليك على وزارة الخارجية. لا بلاش الخارجية. أنا الخارجية قضيت فيها وقت طويل يعني. أنا أحب النفط أوي. هما بيعملوا ايه كل ده؟ دول اتأخروا قوي. الغايب حجته معاه زمانهم جايين. انا مش فاهم يعني ايه الحكمه ان هم يعملوا لنا باسبورتات عراقي، وبعدين انا مفتخر بطنط المصريه دي. ايوه مفتخر بطنط المصريه. ما انت ديك سمعت يا عبد عمك سعد بيقول لك ايه؟ بيقول لك وجود المصريين هنا بيعمل لهم قلق. يا اخي المصريين دول بيعملوا مشاكل في اي حته. ايوه لا مؤاخذه، يعني ما ينفعش يعمل لي باسبور ليبي؟
اهو برضه ينفع لو الدنيا لطشت مع الواحد. حلو. تفضل استاذ. شكرا. لا ما تراجعش ورايا، انا فلوسي مضمونه 100%. انا جايبهم من البنك عليك عادل. مو هي هاي المصيبة، لأنه حضرتك جايبها من البنك، هواية بنوك ما تنضمون، والفلوس اللي بالبنوك هواية بيها مزورة. ده هيوقع قلبي. انا فلوسي كلها من البنوك. أستاذ، أنا سابقا كنت أشتغل بالعملة، تركناها لأن ما تجيب همها، قمنا نخسر، ولهذا حولت على الوثائق والمستندات. تزوير الفلوس بيخسر؟ معقولة؟ أستاذ، أنا قبل كنت ملك زماني، الورقة أم $100 أطبعها أبيعها $10 وأربح هواية. بس ولد الحرام دخلوا بيها. ازاي؟ أستاذ، كل مهنة وبيها منافسين، احنا منو كان ينافسنا؟ الحكومة. قل لي شلون؟ انت ما سألتني شلون، بس أنا أقول لك. الحكومة كانت عندها مطبعة مال نقود، يعني تطبع فلوس، وأني هم كانت عندي ورشة صغيرة أطبع بيها فلوس. الحكومة أول ما بلشت شغلت 10 12، بعدين السنة الثانية صاروا 200، بعدين صاروا 1000. طبعا ذولا يحتاجون رواتب ومصاريف ومكافآت ومخصصات. شو تسوي الدولة؟ تحملها على العملة. أنا كنت أربح والدولة ممكن تخسر، بس ما يهم الدولة تخسر ما تخسر. أنت بحياتك في اليوم سمعت أكو حكومة أشهرت إفلاسها؟ لا. ولهذا زيدوا سعر الورق وزيدوا الأحبار. يعني صدقني قمت أطبع الورقة $10 وأبيعها $9. يعني شغلة ما تجيب همها. قلت أنا لوش بعد متعب حالي. والله رأيك بلاها الشغلانة دي، خليك في المستندات أحسن. صحيح. أسولف لك، فد يوم جاني وزير بالحكومة. وزير منزعج. قلت له شبيك؟ قال لي عمري 74 سنة وأطلع تقاعد. قلت له لا تدوخ، الموضوع يمي. سويت له هوية أحوال مدنية جديدة، أوراق رسمية كلها جديدة، وسويت عمره 54 سنة وجددوا له بالوزارة. ده أنت لو اشتغلت في مصر هتبقى مليونير. وحياتك يا دكتور أنا ليا طلب عندك. أؤمر أستاذ. عايز وثيقة جواز رسمية. سهلة، غالي والطلب رخيص. وثيقة الزواج، هاي مال طلاق. طلاق إيه؟ وثيقة جواز. زواج؟ أي. هاي. العفو أستاذ، اسم المحروسة يعني الزوجة. كاميليا حسين أبو المكارم. كاميليا حسين أبو المكارم. والزوج؟ أنا. يعني محمد سعيد جاسم؟ لا، أنا ناجي محمود عطلة. ناجي محمود عطلة. رائد. نعم دكتور. أخذ هذه القسيمة مال الزواج وسوي لي إياها بسرعة. العفو، إيش وقت تريد أخلي تاريخ الزواج؟
من 15 يوم. 15 يوم. سمعت؟ يلا. تأمر دكتور. هذا شلون كلام؟ ابو القاسم قال لي انتم متزوجين انت وكاميليا. ما اصل احنا اتجوزنا في سوريا، فانا خايف للوثيقه تطلع مزوره. هنا اضمن. عفارم عليك استاذ.